السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي افضل حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هقدم معاكم انجح وصفة للكيكة اليومية. الكيكة بقى بتاعت كل يوم كده اللي بنعملها جنب الشاي والقهوة كده. عايزة اقول لكم المقادير دي اعتمدوها عندكم، مش هتغيروها ابدا. انا معتمداها بقالي اكتر من 10 سنين، ما بغيرش المقادير دي ابدا، مظبوطة جدا جدا. والكيكة كده ماسكة نفسها وفي نفس الوقت طرية قوي وهشة قوي ومش مكتومة. فجربوها وبجد هتعجبكم جدا جدا. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. سيبولي اي كومنت صغير منكم عشان ادخل وارحب بيكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هجهز الصينية اللي هعمل فيها الكيك، وهبدأ ادهنها كده كويس بالسمنة. تمام، انا بفضل ادهنها بالسمنه او الزبده عشان ما احتاجش ان انا اضيف عليها دقيق، يعني مش هتحتاج انك تعفري الصينيه بالدقيق لو دهنت الصينيه كويس جدا بالسمنه. بفضل في تسويه الكيك الصواني البايركس وكمان الصواني الالومنيوم، بتديني افضل نتيجه للكيك. تمام، دهنتها كويس جدا وركنتها على جنب. بعد كده هجيب الخلاط وهنحط فيه 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونوش لسه خارجين ساقعين من التلاجة. هحط كمان 2 باكت من الفانيليا، وهحط كوباية كاملة من الحليب. الكوباية اللي انا مستخدماها اللي هو المج ده هعير بيه كل المقادير بتاعتي. تمام، وحطيت كوباية من السكر. تمام، بنفس الكمية الحليب اللي انا حطاها قدامها بالظبط سكر. تمام، بعد كده حطيت نص كوباية من الزيت، بزود عليها معلقة من السمنة البلدي او معلقة او مكعب كده من الزبدة. تمام، برضو بيديها نكهة حلوة قوي. بعد كده بنضيف رشة كده صغيرة بين ايدينا من الملح. تمام، وبضيف نقطتين كده من الخل، يعني لا يكاد يعني اقل من معلقة صغيرة من الخل. ما تكتروش الخل عشان ما يخلوش الكيكة معاكم مفرولة زيادة عن اللزوم. تمام، يعني بضيف حوالي نص معلقة صغيرة بس من الخل، نقطتين كده. تمام، هبدأ كده اضرب المكونات مع بعض في الخلاط، ومفيش اسهل من كيكة الخلاط، سهلة جدا مش بتتعبي فيها خالص. نضربهم كويس جدا لحد ما السكر كده يدوب معانا. نبدأ نحطها كده في بولة او طبق. ودي كده تبقى كل المواد السايلة معايا. هيبقى فاضل معانا المواد الجافة. هحط كده المنخل بتاعي وهحط فيه كوبايتين الا معلقة من الدقيق. تمام، زي ما انتوا شايفين دي الكوباية التانية، والبقية الكمية انا حطيتها نشا. واخدين بالكم من فرق اللون؟ انا حطيت يعني الكوباية الا معلقة نشا، وزودت المعلقة بالنشا. وكنت حاطه في الاول كوبايه دقيق، يعني كوبايتين دقيق ناقصين معلقه، المعلقه دي انا معوضاها بالنشا. تمام، حطيت كمان باكت من البيكنج باودر 16 جرام. عايزه اقول لكم المقادير دي بجد ممتازه ممتازه، ما تغيروهاش ابدا، هتعجبكم جدا جدا. وناس كتير بفضل الله جربتها وبتدعي لي عليها. زي ما انتم شايفين الطريقه اللي انا عملتها دي اسهل طريقه تنخلوا بيها في المناخل اللي هي بتكون كبيره زي كده، انك تجيبي معلقه وتقعدي تقلبي كده في المنخل. تمام، تقلبي الدقيق هتلاقيه كده بينزل ايه واحده واحده من غير ما تعفري الدنيا وتبهدلي الدنيا حواليكي. بعد كده شلته وبدات كده اجيب معلقه، ومن منتصف كده الطبق لبره بنبدا نقلب كده الكيك بتاعنا. تمام، يعني من بره في اتجاه واحد من المنتصف. تمام، ما ينفعش نقلب من الجوانب عشان هتلاقوه كلكع معاكم. تقلبوا من النص كده وفي اتجاه واحد، ما نفضلش رايحين وجايين عشان ما نهبطش الهواء بتاع الكيك. تمام، شلت طبعا المعلقه وجبت مضرب كده وبدات اقلبها كده كويس لحد ما الدقيق بتاعي كله بيفك كده وما يبقاش فيها اي تكتلات. ولازم القوام بتاعها يكون خفيف شويه زي ما انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي عشان الكيك يبقى هش ومش مكتوم. طبعا جبت الصينيه اللي انا كنت مجهزاها في الاول، وبعد كده هبدا اصب فيها خليط الكيك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكيك ده بياخد صينيه مقاس من 20 ل 22، ممكن كمان 24 بس مش هتبقى عاليه معاكم. تمام، هبدأ كده اصب فيها الكيك بالشكل ده كده. وطبعا الفرن انا مسخناه على درجة حرارة 180. تمام، من 170 ل 180 مش اكتر من كده، لازم على درجة حرارة متوسطة. بندخل الصينية على الرف اللي منتصف الفرن، وبنكون مشغلين الفرن من تحت بس، مش بنفتح عليها ابدا قبل ما يعدي على الاقل 30 دقيقة. تمام، هي بتاخد معايا بالظبط 40 دقيقة بتكون استوت معايا، وفي اخر دقيقة بكون مشغله لها الشواية عشان تاخد لون من فوق.
تمام. اخدت معايا بالظبط حوالي 40 دقيقة، ممكن تاخد 45 لو الفرن بتاعك مش حامي قوي. تمام، لكن الفرن عندي حامي، فاخدت معايا بالظبط 40 دقيقة من تحت ومن فوق. تمام، يعني لغاية ما اتحمرت من تحت ومن فوق. بعد ما تخرج لازم نسيبها تهدى خالص قبل ما نقطعها. هي كده كانت هديت بنسبة 80% مثلا، يعني كان لسه فيها حرارة، وبرغم كده انا قطعتها زي ما انتوا شايفين، مش بتفرول، مش بتتقطع كده معايا، بتطلع من الصينيه بمنتهى السهوله عشان دهنينها بالسمنه. زي ما قلت لكم في الاول، الخطوه دي مهمه جدا، طريه وحلوه قوي. جربوها جنب الشاي والقهوه، متاكده ان هي تعجبكم جدا. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.